أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عاطر بذكر الله. أهلا بيكم حبايبي، يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن حال، وصباح الخير والسعادة على أجمل متابعين. شايفين بقى الوصفة الجميلة دي يا حبايبي، حواوشي بطريقة موفرة واقتصادية جدا. شايفين الجمال؟ مش هتصدقوا المكونات. يلا بينا بقى عشان ما اطولش عليكم نشوف الوصفة الهايلة دي اتعملت ازاي. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، ومعايا نص كيلو بصل، وزودت وحداية كده متوسطة عشان عصرته، عشان هعصره. ومعايا 4 حبات فلفل رومي، فلفل رومي اخضر مش الوان، فلفل بلدي. ومعايا يعني حوالي كده طماطمتين اكبر من المتوسطين جامدين قوي. تمام. ومعايا حزمة كبيرة بقدونس. والمفاجأة بقى اللي انا مجهزاها لكم النهاردة ومش هتتخيلوها، البطاطس المسلوقة. بنخلي كمية البطاطس قد كمية اللحمة، يعني نص لحمة حطيت نص كيلو بطاطس، وغسلتها حلو قوي. طبعا بتتنقع وتتغسل، وسلقتها بقشرها عشان ما تاخدش، عشان ما تشربش مية. وبعد كده خليتها نص سوا، لو سويتيها كتير هتبقى مش حلوة. نص سوا عشان تعرفي تبشريها بالمبشرة. بجد بجد الحواوشي طعمه تحفة، والبطاطس دي مش بتبان خالص. وانا ما قلتش لولادي ان انا حاطه بطاطس، واكلوها على اساس انه الحواوشي العادي، وعجبهم قوي قوي قوي. على فكره انا ولادي انفين جدا ومتعبين جدا في الاكل، مش اي حاجه بيتقبلوها. معايا بقى كمان البهارات. معلقه صغيره هرميه فلفل اسود، معلقه صغيره هرميه بابريكا، نص معلقة صغيرة بس مليان من توم باودر، بصل باودر، قرفة، جنزبيل، كزبرة ناشفة. وفي معلقة صغيرة مليانة ال7 بهارات اللي انا عاملاها على القناة. لو ما عندكيش هتجيبي حبة كبابة صيني، على حبة حبهان، على كام ورقة لوري، وتطحنيهم في المطحنة. دول البديل. انا كل المكونات دي في البهارات اللي انا عاملاها، وهحط لك اللينك بتاعها. وفي كمان ربع معلقة سماق مطحون، انا بطحن السماق على فكرة. وجبت جوزة الطيب 1 حباية وبشرتها وضفتها مع المكونات. اول حاجة جبت البصل ونزلت عليه بكل البهارات. وعايزه اقول لكم البصل وانا بعمله في الكبه بتاعتي ما بتنعمهوش، بتخليه مجروش اكنك مقطعاه بايدك. حطيت عليهم معلقه صغيره مليانه ملح، وسبته يتصفى في المصفى. انا حتى مصوراه هو محطوط في المصفى، وعصرته بايدي جامد. وبعد كده عصرت الفلفل الرومي، واخدت العصير ده حطيته في كيس في التلاجة، ابقى اعمل بيه كفتة بعد كده، ولا اتبل بيه مشويات ولا اي حاجة. احنا ما بنرميش حاجة، كل حاجة بنستفيد بيها. ونزلت بالفلفل الرومي زي ما قلت لكم، حتى شايفينه هو كان في المصفى. بعد ما صفيت البصل صفيت الفلفل، ونزلت بالبقدونس. تمام. واقلب بقى المكونات دي حلوة قوي. قلبتها بايدي كده، فركتها كلها ببعضها في التوابل، وحطيت حبة ملح تاني، وسبتها تتبل شوية. وبعد كده نزلت باللحمة، وبشرت حتة ليا حلوة كده، بشرتها بالمبشرة، كانت متلجة واتبشرت معايا بسهولة. تمام. وقلبت برضو حاجتي كلها كده ببعضها. قلبتهم جامد قبل ما انزل بالبطاطس، قلبتهم بايدي كده جامد، فركتهم جامد قوي. ونزلت بالبطاطس قلبتها خفيف، ما قلبتهاش كتير، يعني ما ضغطتش عليها في التقليب. تمام، عشان ما تتعجنش. وبرضو الطماطم نزلت بيها برضو، بصوا بقلبها بالسباتيولا اهي.
خفيف خالص. تمام. يعني بعد مرحلة اللحمة فركتها بإيدي حلوة قوي قوي قوي، وبعد كده تقليب خفيف. بس ايه، دخلت كل المكونات في بعض، وغطيت بقى اللحمة بتاعتي. دخلتها في كيس نايلون، كيس نايلون نضيف، عندي كلنا عندنا أكياس في البيت. دخلتها فيها وهحطها بقى في التلاجة ترتاح على بال ما نعجن العجينة بتاعتنا. معايا هنا كيلو ونص دقيق متعدد الاستخدامات. تمام. ومعايا معلقة ونص بيكنج باودر. تمام. انا نخلتهم زي ما بنخل الدقيق كده، الدقيق ده منخول انا نخلاه. ومعلقة ونص ملح، معلقة صغير. البودر والملح معلق صغير. تمام. وهنا بقى جاهز الخميرة، 5 معالق صغيرين سكر. ما تستغربوش يا حبايبي، السكر ده هو اللي بيخلي العيش بتاعي يحمر. ونزلت بحبة مية دافيين زي ما انتوا شايفين، مية دافية مش سخنة عشان ما تبوظش الخميرة. وقلبت السكر، ونزلت بكيس ونص خميرة. لو عايزة تعملي مكونات كيلو يبقى هتشيلي القنصص اللي انا بحطها دي. تمام. انا عاملة كيلو ونص دقيق. واقلب بقى المكونات بتاعتي كده، ادوب كده الخميرة كده في المية، وانزل عليها بشوية دقيق عشان تعرفي الخميرة لما تخمر معاكي الدقيق بيخليها تترفع. اقلب بقى الدقيق حلو قوي واغطيهم واسيبهم شوية. هي خمرت بسرعة اهي، خمرت بسرعة. لما تلاقيها بتعمل فقاعات كده يبقى كده الخميرة بتاعتي ناجحة. ونزلت بيها على الدقيق، وحطيت مية تاني في البولة دي مطرح الخميرة اهي، وفضيتها. احنا ما بنهدرش حاجة خالص، كل حاجتنا بنستفيد بيها. ومعايا بقى منونة هي اللي هتعجن لكم العجينة. انا كنت عايزة اعجن في العجان، قالت لي لا يا ماما انا هعجنها لك على ايدي. اتبرعت النهاردة وعجنت لكم العيش اهي. ابتدت بقى كده تعجن. تمام. وهي بتعجن كده بقيت انزل لها بالميه، تقلب كده الدقيق كده في الميه، وبقيت انزل كده بالميه بسيط. ما تنزليش بميه كتير عشان ما يطرش منك. واحده واحده كده لحد ما العجينه تتظبط معاكي. هي بقى بسم الله ما شاء الله عليها اهي شغاله عجنه اهي. في مقاطع مش متصوره انا كنت بنزل لها بالميه، شايفين انا نزلت بشويه ميه اهو، بنزل حبه حبه. شايفين بقى العجينه لمت معاها اهي خالص، عماله تلم اهي العجينه اهي. بصوا لمت ازاي، شايفين الطبق نضف ما فيهوش عجين ازاي. واحنا بقى بنلم العجين بنزل كل حبه كده بنقطتين زيت على ايديها. تمام. بتلم بيها العجينه، يعني ضروري العجينه دي نلمها بالزيت كده. بقى العجينه بتاعتي زي الفل اهي. وانا مسخنه فرن البوتاجاز. تمام. عشان هخمر فيه العجين عشان الجو برد. ادي العجينه بتاعتي خلصت اهي وبقت جميله خالص اهي. وهنقلها في حاجة ستانلس. نقلتها في بولة كبيرة ستانلس، وسخنت البوتاجاز وطفيته، وغطيتها بطبق واسع قوي ستانلس. برضو ما ينفعش نحطها في بلاستيك عشان الفرن سخن. غطيتها بطبق ستانلس كبير، ودخلتها طبعا، وطفيت البوتاجاز قبل ما ادخلها وبجد خمرت بسم الله ما شاء الله بسرعة خالص، والله ما لحقت. بصوا الجمال، بصوا العجينة عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله، ما خدتش وقت وخمرت. وابتدي بقى اخرج منها الهواء، المها كده، منونة هي اللي بتعجنها. اخرج منها الهواء. تمام كده. المها بقى كده ايه. العجينة بسم الله ما شاء الله لينة وجميلة جدا. اجي بقى هنا ايه، ببل ايدي زيت خفيف خالص عشان ما تقلبش بقرص. ببل ايدي زيت، ودهنت الصاج ده زيت خفيف. شايفين بقرص كده ازاي اهو. دي كانت ماما تقول بنقرص العجين او بنقطع العجين اهو. والمه بقى كده بايدي وارصه في الصاج. تمام. واغطيه واسيبه حوالي نص ساعة، من تلت لنص ساعة يرتاح عشان يتفرد معايا. وفي حاجة بقى ايه عايزة اقولك عليها.
في ستات بيوت ما بتحبش تعجن. ممكن يتعمل في عيش بلدي، ويتفتح ويتحشي ويتسوى على البوتاجاز. وانا عاملاه قبل كده في الحواوشي، وهنزل لك اللينك بتاعه. وممكن تبعتي كرات اللحمة دي الفرن، وهو هناك العجان يعملها لك ويسويها لك في الفرن عنده. يعني انت معلكة الا بتعملي اللحمة بس. وبرضو عندي برضو عاملاها لكم على القناة، برضو هنزل لكم اللينك بتاعها. تمام. وممكن بقى لو انت حابة العجن تعملي زي ما انا عملت، واغطيه بقى بكيس بلاستيك. الكيس بتاعت العيش كلنا بتبقى عندنا. انا جبت كيسين اهو، حطيتهم قصاد بعض عشان ما تغطاهاش بقماش، عشان احنا بدهنينها زيت. تمام. وزيت خفيف زي ما قلت لكم. بس كده اسيبها بقى ترتاح شوية، وابتدي بقى هي ارتاحت خلاص. يعني سبتها حوالي 25 دقيقة. ودهنت برضو الصاج زيت خفيف جدا جدا. تمام. لو عايزة ترش دقيق وتفردي على الدقيق براحتك، انا استسهلت الزيت. وبالنسبة للحمة، النص كيلو بعد الإضافات اللي حطيناها بقوا 2 كيلو. أنا مجزئاهم على 8 كرات، كل كورة ربع كيلو. ما تستغربوش، لأن احنا هنا في الأفران عندنا، والجزار بيعمل لنا الرغيف بسم الله ما شاء الله كده بيبقى مليان، وبيحط لنا فيه ربع كيلو لحمة. تمام. لو انت بقى عايزة تصغري صغري، مفيش أي مشكلة. قللي في قطعية العجين، وقللي في كرات اللحم. وافرد بقى الرغيف بتاعي، اخليه سميك. اوعي ترققيه عشان احنا لسه هنفرده تاني. يعني يا دوبك كده يبقى سميك كده زي ما انت شايفة. وافرد العجينة اللحمة بتاعتي. شايفين بقى لميت العجينة واقفلها ازاي؟ شفتوا اللمة اللي انا عملتها؟ وتبرميها كده زي البقجة كده. تمام. وتبططيها. تمام. واخلي بقى البقجة دي من تحت. تمام. واحطها بقى في الصاج كده، وافرد من جوه لبره، من جوه لبره. اللحمه هتتفرد معاكي وتبقى زي الفل. عايزه تعملي رغيف فوق رغيف زي الفرن، مفيش مشكله. انا بقى استسهلت دي كده اجمل بكتير. اهي بصي بقى اهي بنلمها اهي، وتضغطي عليها جامد، وتقفليها حلوة قوي. شايفين بقى الجمال؟ اسهل من الرغيف فوق رغيف. وتلفي جامد وتقفليها جامد، نفس الاولانيه. تمام. انا عدتها لك تاني، عملت لك واحده تاني. وافردها بقى كده، شايفين؟ بفردها كده من جوه لبره. ومعايا هنا صينيه بيتزا، كنت عايزه اعمل واحده عشان مستعجله. شايفين العجينه مرتاحه وجميله جدا، لينه في ايدي وجميله. فردتها بقى كده، وكل حاجه بنعملها بندهن زيت خفيف خالص، ورشيت عليها موتزاريلا. اللون بقى الجميل اللي انتوا شايفينه، والاجزاء المحمرة دي اللي من الموتزاريلا. تمام. هي الموتزاريلا اللي عطيها الشكل الحلو ده. لو عايزة بقى تستغني عن الموتزاريلا وتحطي حبة البركة وسمسم، مفيش اي مشكلة. هي في كل حالاتها طعمها جميل. اه شايفين بقى اللون الجميل ده؟ دي الموتزاريلا حبايبي. شايفين العيش مفقفق كده وعالي ازاي؟ شايفين الجمال؟ بجد تحفة، عجبكم قوي قوي قوي. والبطاطس مش باينة خالص. شايفة؟ بصي الارتفاعات اللي في الرغيف. شايفة الجمال؟ انا سويته على درجة حرارة 180. كان الفرن سخن. عملت بقى خليته على 180 وسويت العيش بتاعي. شايفة الجمال؟ بصي الجمال، بصي مليان وحلو ازاي. يا رب اكون قدرت افيدكم، ويا رب وصفتي تعجبكم. استودعكم الله، واشوفكم على خير في وصفة جديدة من مطبخ سلوى جودة.